السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام على قناتي سارس كيتشن. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة ماهلة بواحد المكون اللي كيبقى عندنا في الثلاجة وكنحيرو شنو نديرو به، هو هذا الشوفلور. وحتى بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش المذاق ديال الشوفلور بحالي، خليكم معايا غنحضروا منه كروكيت كيجي لذيذ رائع في المذاق. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا من الاول حتى الاخير نتعرفوا على طريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. عندنا هنا الشوفلور اللي سلقناه في الماء مع الملحه وطرونش ديال الحامض كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو، كميه من صدر الدجاج، قزبر ومعدنوس، التوابل، قطع ديال الموتزاريلا. غناخد هاشوار غنوضع فيها كل شيء. درت هنايا الشوفلور ودرت هنايا الربيع، وكذلك غنضيف الكميه اللي عندي ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا كميه قليله، خديت هنايا واحد صدر ديال الدجاج وهشيته في الهاشوار. وهنا عندي التوابل، شويه ديال الملحه، ابزار، سكينجبير، ثوم مجفف، بصل مجفف. كنكتفيو غير بهاد التوابل صافي، وغنخلي كلشي يتطحن. وهنايا بعد ما طحنت كلشي في الهاشوار، كندير الخليط ديالي في واحد البول وكنزيد 2 معالق كبار ديال لا شابلور صافي. وهنايا باش نشكل الكرات ديالي غنحتاج لا شابلور، ضفت ليها هنايا حبوب الخشخاش، كذلك 2 بيضات، زدت ليهم شويه ديال الخل وقطع ديال الموتزاريلا. صافي وغنبدا نشكل الكرات ديالي. غناخد كميه من الخليط غنبسطها على راحه اليد ديالي كيف ما كتشوفوا، وغنوضع قطع ديال الموتزاريلا في الوسط، وغنبدا نشكل الكرات ديالي اولا في الدقيق، ثم في البيض، واخيرا في لا شابلور كيف ما واضح في الفيديو. صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه. وهنايا في الكميه اللي بقات عندي غنضيف جامبون دو دند. اللي ما كيعجبوش ما يديروش، انا غير كان متوفر عندي ودرته. هما في الحقيقه غير بقطع الموتزاريلا كيجيو هاد لي كروكيت لذاذين. من بعد ما شكلت الكرات ديالي كاملين كنغطيهم بالسلوفان وكنخليهم يشدوا راسهم في المجمد مده نصف ساعه تقريبا صافي. وهنايا من بعد كندوز باش نقليهم. المقلاه اللي درت فيها الزيت خليتها حتى سخنت مزيان، عاد كنلوح لي كروكيت ديالي. كنخليهم يطيبوا على نار متوسطه، ما تحركوهمش في الاول، خليهم حتى يشدوا راسهم، عاد قلبوهم للجهه الاخرى حتى كيطيبوا من الجهتين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كروكيت ديالنا. كنستقطروهم من الزيت وكنحطوهم في طبق تقديم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من دعمكم ولايكاتكم، وبالصحه والراحه. الى اللقاء.